السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الرسالة هذه موجهة عندي إلى السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. السي ناصر بوريطة، واش بغيتي عاود نرجعون ديك الأيام ديال العالقين والعالقات لما تم إغلاق الحدود، ولما مشيتي وجبتي من انجلترا بنتك ولغت ليه اغلقتي الحدود في وجه كل المغاربه اللي كانوا خارج ولا داخل المغرب. اليوم المغاربه اللي في غزه انهم تحت رحمه القذائف والقنابل والمدافع الإسرائيلية. كل الدول قامت بإجلاء الرعايا ديالها، إلا نحن المغرب ما تنسواو حتى شي بصلة، ما تنسواوش، لأن كان من المفروض عليك، وبما أنك عندك التطبيع مع دولة إسرائيل، كان عليك أن تتصل وتقوم بتسهيل ترحيل المغاربة اللي متواجدين في غزة وفي كل الأماكن اللي فيها الآن الهجوم الإسرائيلي الذي الهمجي الوحشي، الهجوم الذي يريد إبادة الشعب الفلسطيني. لكن السيد ناصر بوريطة جالس ليا في البيرو ديالك في الرباط، تتسارى مع راسك بخير وعلى خير، ولا ما تهمكش المواطنين المغاربة اللي الآن تحت رحمة الكيان الإسرائيلي. وكان عليك منذ اليوم الأول، كما قامت كل الدول، بالإجلاء ديال الرعايا ديالها، إما عن طريق معبر رفح، وبالنسبة لك أنت ما كانش غيكون عندك مشكل معهم، حيث كان يمكن أنهم يعطوك كل المطارات، لأنه أنت تدافع عنهم في المحافل الدولية. فعليك أن تقوم بترحيل المغاربة الذين يتواجدون في غزة قبل فوات الأوان. أنت وزير مسؤول عن الخارجية ومسؤول عن المغاربة المقيمين بالخارج.